قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وإننا لنعجب يا عباد الله ممن يترك الصلاة وهو يعلم خطورة فعله. لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيم الصلاة. أعلمتم معاشر المسلمين أن الصلاة هي آخر وصية أوصى بها نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة